سلام حبيباتي، واش احوالكم؟ ان شاء الله ديما تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد في اللاشين تاعي. اذا اول مره تشوفوني ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم حبيت نشارك معكم فلوق السفر للجزائر، وصورت لكم مقتطفات من الطريق، وباذن الله ينال اعجابكم، وخليكم معايا الاخير باش تشوفوه خطوه بخطوه. في الفيديو هذا صورت لكم الطريق خطوة خطوة حتى وصلنا للمطار. الطيارة تاعنا كانت على 3 تاع العشية، ورحنا جويه 8 تاع الصباح من الدار، وكانت معنا عزوزتي واخت راجلي. وصلونا للمحطة ومن بعدهم روحوا، ونحن ركبنا الطاكسي باش نوصلوا للمطار. وبعد ما وصلنا لقينا الطيارة انه راح تتوخر علينا بساعتين، وجدت الطيارة جويه 5:30، ونحنا ديمارينا على 6:30. كما راكم تشوفوا راني نصور في راجلي والشوفير اللي راح يوصلنا للمطار. الطريق كانت باهية الصراحة وما تعبناش فيها، وحتى كي وصلنا للمطار ما كناش تعبانين والحمد لله. هنا حبيباتي قريب وصلنا للمطار، ومن بعد صورت لكم المطار من برا. ما شاء الله عجبني مطار مصر وتحفة الصراحة. هذه أول مرة نجي لدارنا بعد عام و9 أشهر، والحمد لله كان استقبال حافل. يا ريتني صورت لكم الاستقبال كيفاش كان، على بالكم فرحة اني نشوف اهلي بعد عام و9 أشهر. ما قدرتش اصلا اني نحكم الكاميرا ونصور، وباذن الله نشارك معاكم فيديوهات ياسر في الجزائر ويعجبوكم باذن المولى. كما راكم تشوفوا المطار طريقه طويلة حتى من الداخل باش ندخلوا لغرفة الاستقبال، بعيدة علينا شوية، ولكن كما يقولوا الحمد لله على كل حال. طالما وصلنا بخير ما كان حتى حاجة نخافوا منها. كما راكم تشوفوا هاني مع الباجاج قاعدة نستنى في الطيارة انا وراجلي. هنا عرفنا باللي راهي توخرت، قعدنا نستنى حتى وصلت. هنا حبيبتي بعد ما كملنا التفتيش ودخلنا، حبيت نصور لكم منظر الطيارات من برا. كنا نستنوا في البيس حتى يجي باش نروحوا نركبوا الطيارة. كما راكم تشوفوا هذه الطيارة اللي راح نسافروا فيها، راني ندير لكم في الزوم حتى تشوفوها مليح.
وصورت لكم اكثر من طيارة. هذه الصراحة ما على باليش بها طيارة هواش. انا صورت لكم برك طيارة الجزائر. طيارة الجزائر عرفتها من اللي مكتوب عليها. هنا صورت لكم وانا من الداخل قاعدة في الطيارة. بعد ما دخلنا خلاص صورت لكم المنظر وانا قاعدة من الداخل. وبعد ما وصلنا للجزائر صورت لكم الاجواء الطيارة من الداخل. وهذا هو الفيديو اللي صورته. نتمنى يكون قد نال اعجابكم. ما تنسوش كالعادة تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وملاقاتنا ان شاء الله في فيديوهات حماسية اخرى في الجزائر. وان شاء الله تشوفوني ديما متحمسة معاكم. ونستنى آراءكم في التعليقات. وما بقالي غير نقول في رعاية الله وحفظه.